في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات صندوق الإسلام. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نقطتين، عن نقطة تجديد الخطاب الديني وموجة الإصلاح اللي شغالة اليومين دول في الدول العربية، واتكلمنا عن مقارنة بين الإسلام والمافيا، واحنا هنكمل الحديث في النقطتين دول في هذه الحلقة. بالنسبة لموضوع الإصلاح، طبعا شيء كويس جدا ان واحد زي الاستاذ اسلام البحيري اللي انا اكن له كل الاحترام طبعا، ان هو يجي ويقول لازم ننقي التراث ولازم نشوف المشاكل اللي في علم الحديث واللي في السيرة. لكن المشكلة ان هو يفصل تماما بين المشاكل اللي موجودة في علم الحديث وفي التراث والمشاكل اللي موجودة في سيرة النبي وفي القرآن نفسه. مشكلة كبيرة. المشكلة الثانية اللي أنا شفتها وهو بيتعامل مع هذه النقطة العنترية. الحقيقة احنا عندنا مشكلة، انت عندك حيطان خرسانة أسمنت بتحفر فيها بضوافرك، فما ينفعش مبدأ شجاع السيمة في التعامل مع التراث ومع المؤسسات المتحجرة الصادئة. ما ينفعش تيجي وتقول أنا أهدم لكم علم الحديث بكلمتين. صعب، مش كده. وصعب كمان إنك التراث وتنقية التراث، وأنا عايز 5 من علماء الأزهر يكتفوني، والعبد لله مسك التراث تنا والحاجات دي كلها. مش كده. إحنا عندنا مشكلة حقيقية، ذاكرة أمة كاملة مصدية، ذاكرة الأمة مصدية. محتاجين صبر ومحتاجين صدق أكتر في التعامل مع مسائل التراث. التراث لا يمكن فصله عن النبي والقرآن. صعب إن أنت يبقى عندك عربية قديمة مصدية ما فيهاش فرامل، كل يوم تموت 3 4 5، وتيجي كل مرة تقول لا مش العربية مش السبب، الطريق هو اللي فيه مطبات والبنزين مغشوش واللي صنعوا العربية هم اللي السبب، المشاكل. لا، العربية وأسلوب قيادتك للسيارة هي دي المشكلة. لو عندك بيت قايل للسقوط ما تجيش تدهنه بلون جميل وتقول لي ده إصلاح. ما دام البيت قايل للسقوط، الحل الوحيد هدمه وإعادة بنائه على أساس سليم. أي مهندس في الدنيا هيقول لك هو ده الحل. لكن احنا مش عايزين مهندسين، مش عايزين متخصصين، احنا عايزين يعني زي ما بيقولوا نحفظ ماء وجهنا. مش عايزين نعترف، مش عايزين نعترف ان الأزمة بدأت من بداية الإسلام نفسه. كنت بدأت الحلقة اللي فاتت في عمل مقارنة بين نشأة الإسلام ونشأة المافيا، وقلت إن جزيرة صقلية تأثرت جامد جدا بالقبائل العربية اللي هاجرت ليها والبربرية طبعا، بس العربية أثرت أكتر في موضوع تأسيس نظام الأتوات وتنظيم وسحب الجزية، وتطورت حتى صارت منظمة إجرامية احنا عارفينها النهاردة، لها فروع في كل بلاد العالم زي الإسلام. ما بدأ برضه بنفس الفكرة، أتوات وجزية، وتطور وأصبح بيزنس. أصبح بيزنس يعني موجود في كل بلاد العالم. طب نشوف جزء تاني من المقارنة بين الإسلام والمافيا. فكرة الأب الروحي. الأب الروحي أو البادرينو يعني اللي هو قائد مجموعات المافيا. المافيا دايما بتتقسم إلى في واحد اسمه كابو اللي هو الزعيم، وفيه اللي هو كابو دي كابي يعني زعيم كل الزعماء بتاع المافيا. الأب الروحي شبيه جدا بفكرة الرسول، إن هو لا مساس بالأب الروحي، ما تنتقدوش، ولو انتقدته تتقتل، ولو خنته تتقتل. وحتى يعني اللي شافوا منكم الفيلم بتاع
مارلون براندو الأب الروحي وشاف اللي بيروحوا يبوسوا إيده، نفس الفكرة عندنا في القرى برضو، التعامل مع الزعيم الديني زي الأب الروحي بالظبط. المافيا شايفة نفسها إنها منظمة أخلاقية. هي لما بتيجي تحكي تاريخها بتقول لك إحنا منظمة نشأت من أجل استقلال صقلية، إن إحنا وحدنا القبائل في صقلية، إن إحنا رجعنا الأمن والعدل وكنا بناخد من الغني وندي الفقير. هم بيقولوا عن نفسهم كده، المافيا منظمة رحمة. بس الأجيال اللي جت بعد كده شوهت يا عيني بقى صورة المافيا واستغلتها لأغراض إجرامية. نفس الفكرة بالظبط، نفس الفكرة بالظبط اللي هي بتاعت نشأة الإسلام، إن هو بدأ رحمة ورفقا بالغلابة وياخد الصدقات ويديها للفقراء وإحسان. طبعا هم بينهم وبين بعض في رحمة، المافيا بينهم وبين بعض رحمة، المافيا بينهم وبين بعض صدقات ويوزعوا الفلوس على بعض. الأب الروحي ليه حصة من الغنائم، هي أكبر حصة، والباقي يتوزع كأسهم بين اللي عملوا عملية السطو أو الأتاوة أو المخدرات، أي حاجة بقى هم شغالين فيها. ففكرة الخمس لله وللرسول موجودة عند المافيا برضه. وعلى فكرة الخمس لله وللرسول دي جت منين؟ الصعاليك اللي اتكلمنا عنهم الحلقة اللي فاتت، اللي ساعدوا النبي في غزواته الأولى وإن هو يسطو على قوافل قريش، كان عندهم النظام دون إن زعيم مجموعة الصعاليك كان بيبقى ليها الربع، بس النبي طبعا كان أكرم شوية منه، فهو كان بياخد لنفسه الخمس هو والأقربين بتوعه عشان طبعا يضمن ولائهم، وكان بيوزع الأربع أخماس التانيين على قواته وعلى جنوده. فده نقطة الأب الروحي ودوره وحصته من الغنائم هتلاقيها في المافيا وفي نشأة الإسلام. الجزء الثاني فكرة العدو الصديق المؤمن والكافر. المافيا عندها نظام صارم جدا، إن أنت مدام مافيوزو يعني عضو في المافيا ما ينفعش إنك تصادق حد من بره عائلات المافيا، خطر، إلا إذا كانت هذه الصداقة بعلم من زعماء المافيا ولهدف هيخدم مصلحة المافيا، هيطلع حد من قضية، هيساعد إنه ياخد معلومات. والفكرة دي موجودة زي ما هي بالظبط في الإسلام، إن مبدأ الصداقة مع الغير ده مرفوض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن إمتى بقى يسمح بهذه الصداقة؟ لا، فكرة التقية. يعني إيه تقية؟ يعني لو أنا في خطر كمسلم ممكن أكذب، ممكن أدعي صداقة غير المؤمن عشان أنجي نفسي من الخطر، أو لو فيه مصلحة للمسلم إنه هو هيفيد بيها الإسلام، فممكن إن هو يكذب ويقول إن هو مش مسلم، أو إن هو يصادق حد تاني أو آخر. وفي نقطة هنبقى نرجع لها بعدين، اللي هي اغتيال كعب ابن الأشرف. لما كعب ابن الأشرف الراجل اليهودي كان بيقول أشعار بينتقد فيها النبي في المدينة، فجاء يعني بيقول عن النبي إن هو ناحية القرآن من الكتب اليهودية اللي هي بقى مش بس التوراة والتلمود والمدراش. المدراش ده كتاب تفسير للتوراة، كان مهم جدا لأنه في قصص كثيرة موجودة من هذا الكتاب في القرآن، وهنبقى نرجع للنقطة دي بعدين. فلما قال الكلام ده كعب بن الأشرف، النبي كان صحيح فيه مواقف كتير كان يبقى متسامح فيها، بس كان في موقفين أو حاجتين لا يمكن يتسامح فيهم أبدا، أو ثلاثة. أول حاجة إن حد يسلم ويسيب الإسلام ويمشي، ده كان بالنسبة له بيعتبرها خيانة عظمى. وإحنا عارفين بقى كان اللي كان بيسيب الإسلام كان بيحصل له إيه. أو لو كان حد بيطعن في نسب محمد، ودي نقطة مسألة كبيرة جدا
هنبقى نخصص لها حلقة كاملة. ايه المشاكل اللي كانت في نسب النبي نفسه؟ والنقطة الثالثة اللي كان محمد لا يمكن يقبلها، ان حد يشكك في مصادر القرآن، يقول انه كذاب او يقول انه نقله من مكان تاني. ده كان موضوع بيعصبه جامد، وفي ناس ماتت بهذا السبب. واحد منهم كان كعب بن الأشرف، ان لما قال هذه الأشعار النبي قال يعني ايه، مين اللي هيخلصني منه؟ فكان لازم الراجل اللي هيروح يغتال كعب بن الأشرف دون يستأذن النبي انه هيكذب عشان يعمل خدعة عشان يعرف يخش الحصن للراجل دون. فأذن له انه يكذب ويحتال عشان يدخل يقتل الراجل. فدي النقطة بتاعت الصداقة ممنوعة مع غير المسلم أو مع غير المافيا، إلا إذا كان هيبقى فيها يعني فايدة أو خدعة هتفيد الإسلام. في نقطة تانية في مقارنة الإسلام والمافيا، وهي إن الورع والتدين شيء، والتعامل مع الأعداء والغرباء شيء تاني. يعني الخاص شيء والعام شيء تاني. يعني تلاقي الراجل المافيوزو ده ممكن تلاقيه يكون متدين ويصلي في الكنيسة مثلا، وبعدين يخرج من الكنيسة ومعاه البندقية بتاعته أو الطبنجة، ويجي ضارب واحد ومش شايف فرق خالص، رغم إن هو لسه سامع في الكنيسة حد بيقول له أحبوا أعداءكم. لكن ما بياخدش المبدأ ده ان عدوه ده زي هو العدو المقصود. لا، هو في دماغه كده ان ده شيء وده شيء. الراجل اللي مات ده يستحق الموت. نفس الشيء بالظبط بالنسبة للمؤمن اللي هو جندي من جنود محمد، يصلي وورع ويبكي في الصلاة ويخرج بره بعد كده يقطع رؤوس عادي جدا، ما فيش اي فرق. ليه؟ لان هو دينه اصلا قسم له العالم الى مؤمن وكافر، والكافر ده إن هم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا، يعني زي الحيوانات وأسوأ من الحيوانات، شر الدواب سماهم القرآن. فأنت إزاي تكون عندك تعاطف مع واحد ربنا هيحرقه أساسا؟ يعني ربنا هيحرقه في نار جهنم، أنت تتعاطف معاه ليه؟ فمبدأ إن إيه، الصلاة لا تنهى عن العنف، بل بالعكس كمان ممكن تشجعه قبل ما يروح يقاتل وقبل ما يروح يسبي. طبعا النقطة في التشابه اللي اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، السطو والأتوات ودور الصعاليك في الغزوات اللي عملها النبي في بداية وجوده في المدينة، واللي على أساسها قامت طبعا فكرة الدولة الإسلامية اللي احنا مش عارفين نتخلص منها لحد النهاردة. يعني الحاجات المميزات اللي ساعدت الإسلام في بدايته ان هو ينتشر وان هو يثبت نفسه وان هو يغزو العالم، هي نفس المشاكل التي نعاني منها اليوم اللي مش عارفين نتخلص منها. طيب، النقطة الأخيرة في المقارنة بين الإسلام والمافيا اللي هي فكرة معاقبة الهاربين أو الملحدين أو الخائنين. محمد بنى في المدينة دولة يعني فيها أحسن جهاز مخابرات في العالم، أحسن جهاز مخابرات في العالم، اللي هو كل ما ابتدى يعمل غزوات وعدد المسلمين يزيد، كل ما ابتدى هو يشك في المسلمين اللي مؤمنين به أكتر. إزاي؟ إن الأول كانت المجموعة صغيرة وكانوا فعلا مؤمنين برسالته، لأن هم من أيام مكة شافوا إن فيها شيء وده شيء لازم نعترف بيه، إن بداية الإسلام فعلا وفي السور المكية كان في كلام جميل، ولسه لحد النهاردة مسلمين كتير بيعتمدوا عليه وبيستشهدوا به في الآيات التي تدعو إلى السلم والتسامح والرحمة والتدبر في خلق السماوات والأرض والعطف على الفقراء والآخر.
فما كانت موجودة يعني، ما هو الإسلام ده مش كله مبني على دم والى آخره، كان في أساس كويس. فهم اللي آمنوا به في هذه الفترة كانوا مؤمنين فعلا. إنما اللي أمنوا في المدينة بعد كده معظمهم آمن يا إما غصب لأنه ما لقاش حل تاني، القبيلة بتاعته انهارت وتم غزوها، أو واحد انتهازي إن هو شاف إن فيه فعلا رسالة، إن فيه فعلا فكرة اقتصادية هيستفيد، إن هو لو دخل لمعسكر محمد هيبقى ليه غنايم، هيجيله فلوس، هيجيله ملك يمين، يعني هيستفيد من هذا الغزو. فالمجموعة دي لما كترت حوالين النبي ابتدى هو يشك فيهم، هو مين اللي معايا ومين اللي عليا، هل هو مؤمن بأفكاري فعلا ولا لا. فابتدى هو يعمل يعني نظام مراقبة ذاتية ليهم. طبعا الصلاة 5 مرات في اليوم دي، ان هو يجمعهم 5 مرات في اليوم، منهم مرة الساعة 4 الفجر ومرة بالليل ووسط النهار 3 مرات، ده علشان يتأكد ان هم موجودين. يعني لما يجي يقول لك عقوبة تارك الصلاة تصل حتى الموت، ايه التفسير ليها؟ التفسير ليها ان هو كان بيشك ان اللي مش هيجي يصلي هيروح يلتحق بمعسكر الاعداء ويوديني في داهية، هيأذيني. فلذلك هو حتى بيقول يعني انا هممت، يعني كنت على وشك ان انا اروح اخد نار واحرق بيوت اللي بيصلوا في بيوتهم. شفت البارانويا وصلت لحد فين؟ شك فيهم، اللي مش هيجي يصلي معايا زي جورج بوش ما قال كده، اللي مش معانا هيبقى علينا، اللي مش معايا يبقى ضدي. فهو اللي مش هيجي يصلي، مش بس يعني لدرجة ان واحد اعمى ساكن في اطراف المدينة بيقول له اذن لي ان عشان اصلي في بيتي عشان المشوار بعيد وانا اعمى. قال له بتسمع الاذان؟ قال له بسمع الاذان. قال له يبقى لازم تيجي. شوف وصلت لحد فين. بس الاسلام دين رحمة طبعا. فهي دي الفكرة، ان هو خايف من خيانتهم، خايف من خيانتهم، وعلى هذا الاساس اللي مش هيجي يصلي هيموت. فما بالك بقى باللي يترك الاسلام خالص. وعمل لهم جهاز مخابرات ذاتي بقى، اللي هو ايه؟ وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. يعني ربنا هيحاسبك حتى باللي بتفكر فيه. يعني خلي بالك لو فكرت تخني او فكرت انك تعمل حاجة ضدي، ربنا هيبلغني بيها. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني في ملكين قاعدين على كتافك، هم دول امن الدولة، هم دول اللي بيكتبوا كل حاجة، افكارك وفعلك واقوالك. فنظام عبقري، ان هو هتلتفت يمين هتلتفت شمال هتلاقي نفسك ان انت مراقب. فمن هنا بقى جت فكرة من بدل دينه فاقتلوه، اللي طبعا كل المصلحين عمالين يقول لك ده اصل عكرمة والحديث ده سنده مش لا، موجود في الحديث صحيح، من بدل دينه فاقتلوه. ويتماشى مع التعامل مع ناس كتير. ذكرنا كعب بن الأشرف اللي قال شعر في محمد وتم قتله لأنه قال شاعر قال قصيدة بيقول إن محمد أخذ حاجات من القرآن من الكتب اليهودية، التوراة والتلمود والمدراش. عندنا شاعرة تانية عصماء بنت مروان، يعني الواقدي بيحكي القصة واستشهد بها على فكرة ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. ايه حكاية عصماء؟ قالت شعر في النبي، قالت شاعر. واخد بالك؟ الإسلام دين الرحمة. فالنبي تأذى، ما كانش بيستحمل. فواحد اسمه عمرو بن عدي راح، وعصماء بنت مروان دي نايمة وسط أطفالها، وحتى رواية الواقدي بتقول إن هي كانت بترضع طفلها، فقتلها ورجع
للنبي يبلغوا. النبي كان يعني فرحان بيه، ويعني بيوري لهم كده، يعني انظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب، الله ورسوله بالغيب، عمرو ابن عدي. عندنا واحد تاني برضه شاعر اسمه ابن خطل. ابن خطل كان ليه جاريتين بيغنوا، هو بيقول شعر وهم بيغنوا. ابن خطل دخل الإسلام، خرج من الإسلام، ف أهدر النبي دمه يوم فتح مكة. هو ده اللي قال عنه اقتلوه حتى لو تعلق بأستار الكعبة، وهو ده اللي حصل بالظبط. قتلوا ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقتلوا جاريته عشان كانت بتغني أشعاره اللي بتشتم فيها النبي. اقرأ بقى تاريخ المافيا وشوف قتلوا كم صحفي كتب كتاب عن المافيا ينتقدهم فيها. اقرأ بقى تاريخ الإسلام من أيام بشار بن برد، ابن المقفع، الحلاج، ماتوا ازاي بسبب انتقاد الإسلام. شوف فرج فودة، شوف رائف بدوي اللي بيجلدوه في السعودية، وشوف الآلاف والملايين اللي خايفة تنطق كلمة تنتقد بها الإسلام، وشوف صحيفة شارلي إبدو اللي قتلوا منها 10 عشان رسموا رسمة. هو ده مشكلة الإسلام، ونلتقي في الحلقة القادمة.